يمكن واحنا بنتكلم عن المرأة بوجه عام، المرأة لما طلبت ان هي يكون لها دور في المجتمع ما طلبتش مجرد حقوق سياسية بس، لا كمان هدى شعراوي طلبت بحق المرأة في التعليم. يعني المرأة لازم يكون لها دور في نهضة البلد في مجال البحث العلمي. خلونا نكون أكثر صراحة، لما جم عملوا إحصائية اكتشفوا أن المرأة ناجحة جدا في مجال التعليم وأيضا في مجال البحث العلمي أكثر من الرجال. ويمكن دي معلومة كلنا عارفينها كويس جدا، ويمكن المعلومة دي ذكرت في الكثير من الكتب اللي تم تداولها في الخارج. النهاردة عايزين نتكلم أيضا عن المرأة والعلم ودور العلم ودور المرأة في مجال العلم، وإزاي المرأة ممكن يكون ليها دور فعال جدا ودور لا يقل أهمية عن دور الرجل في مجال البحث العلمي وفي مجال العلم. خلوني ان انا ارحب بضيوفي الكرام، استاذ دكتور اسماء الجيوشي، استاذ الاعلام جامعه المنصوره، اهلا بيكي معايا. وايضا معايا الاستاذه الدكتوره منال محمود خيري، استاذ تطوير المناهج وطرق التدريس المساعد، كليه التربيه جامعه حلوان، اهلا بحضرتك معايا. يمكن واحنا بنتكلم عن البحث العلمي احنا دايما بنقول ان في مشكلات كثيرة جدا متعلقة بالبحث العلمي. خلينا في البداية نتكلم عن دور المرأة وعلاقتها بالبحث العلمي. اولا دور المرأة مهم جدا في البحث العلمي لان هي لها كاريزمة التأثير. احنا في الاعلام دايما بنتكلم على ان الاعلام عبارة عن وسيلة ورسالة. في البحث العلمي المرأة حققت النجاح من خلال الوسيلة، من خلال كل ما تقوم به من نجاحات على المستوى الدولي وعلى المستوى المهني وعلى المستوى العربي وعلى المستوى المصري في شتى مجالات البحث العلمي، بل ان كل الابتكارات بتلاقي دايما ان المرأة لها مجال وصدارة التفوق، ايضا من خلال التأثير في الرسالة التي تقدمها، من خلال النوع من التوعية، رفع الوعي، رفع المساهمة المجتمعية فيما تقدمه من علوم مختلفة. وبتواجه المرأة في الكثير من الصعوبة الكثير من الإبداع والابتكارات في إيجاد الحلول لتلك المشكلات التي ربما يصل بها بعض الرجال وخاصة الباحثين الجدد إلى مرحلة انقطاع المرونة في عملية تجديد المشكلات للبحث العلمي، خاصة مع وجود المعوقات المادية والتقنية والبشرية اللي بتحاول في المرحلة الحالية أن هي تخلق الكثير من الهروب لكي لا يكون هناك إبداع وتجديد. تجد المرأة دائما متفوقة في مجال الإدارة العلمية، فعندما تكون هناك الكثير من المشكلات تجد المرأة المديرة تستطيع أن تدير الكفاءات البشرية بالدرجة الأولى، وتستطيع أيضا التغلب على الكثير من المعوقات المادية والتقنية من خلال كل المعوقات التي تصل إليها، بل وتجعل هناك من المشكلة فرصة بل وثروة لكي تصل إلى حلول أكثر إبداعا في هذه المراحل. وبنجد أن المرأة في مسألة البحوث الاجتماعية والجنائية والبحوث الإعلامية والبحوث الإنسانية تصل إلى مرحلة من الأعلى في الابتكارية لكي تصل إلى مرحلة الاختلاق بل والإبداع الذي يصل إلى العلم والإعلام، لكي يكون هناك مرحلة من التمازج. فليس فقط العلوم التطبيقية التي شهد لها العالم كله بأنها سيدة العالم في الكيمياء أو في العلوم أو في الطب أو في الفيزياء أو في الصيدلة، بل إنها أيضا في العلوم الإنسانية وفي العلوم الاجتماعية تصل بمرحلة من الإبهار ليجعلها في العلوم الأمنية. وأنا كنت في منذ أيام قليلة جدا في جامعة نايف للعلوم الأمنية، وهي تعتبر سكنة عسكرية كبيرة لا يخترقها النساء بسهولة. كنت إحدى التي قمنا باللجنة التنسيقية لميثاق شرف إعلامي رياضي على المستوى الأمني لمجلس وزراء الداخلية العرب. وبالتالي هذا يعني أننا نستطيع أن نخترق كل المجالات، فلا يوجد محاذير. أيضا لا يوجد أي مشكلات للمرأة لا على المستوى السني، العمري، الفكري، الإنساني، وأيضا مسألة كل ما يحاط بالمرأة من معوقات، سواء على المستوى الوقت أو على مستوى الإمكانيات المادية والبشرية أو على المستويات التقنية. تجد المرأة دائما تحاول أن تبتعد عن تلك الثغرات لتخلق مجالا أكثر وأرحب أفقا. المرأة المصرية على وجه التحديد التي هي القدوة للمرأة العربية والمرأة على مستوى العالم كله، ونحن نهنئها باليوم العالمي للمرأة، تستطيع أن تخلق أفقا تحيا من خلاله
العالم كله، ليس فقط على مستوى المرأة ولا على مستوى البحث الصغير، بل إنها تنمي هذه المهارات، تخلق مجالا أبعد وأفقا أرحب، تستطيع أن تجعل من المهارات الصغيرة لتنمية البحث العلمي لدى الباحثين الشباب مهارات أعلى، لأنها تستطيع أن تؤثر وتخلق رأي عام ربما لا يستطيع في هذه المرحلة أن يكون كافيا للإقناع، ولكنه يحاول أن يخلق أفقا يستطيع من خلالها أن يهيئ الرأي العام ككل، الرأي العام الكبير الذي يؤثر في المجتمع بشكل أعلى ويعلي من قيمة البحث العلمي على كافة مستوياته. جميل جدا.